بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا حبايبي. احنا أول فيديو بيننا وبين بعض إن شاء الله النهاردة هنتكلم فيه عن اللي حصل في ماتش الأهلي وبيراميدز وماتش الزمالك وإنبي. بس بجد ماتش مش حلو، الأداء مش حلو، التقييم نفسه للأداء مش حلو، اللعب نفسه طريقة اللعب نفسها مش حلوة. بس بغض النظر عن كل دوت، انت ليه انت ليه كده؟ ليه؟ ليه انا اول مرة اشوف الأهلي في حياتي كده؟ اول مره اشوف الاهلي للدرجه دي ما هوش قادر يطلع ويلعب كوره. ليه انت النهارده بتلعب من غير مهاجم؟ ليه انت ما انتش قادر اصلا تستحوذ على الكوره؟ حتى استحواذك على الكوره كان سلبي. لما مسكت الكوره في رجلك كانت برضه استحواذ سلبي. انت ضيعت على نفسك النهارده فرصه كنت تبقى في اسوأ مستوياتك، انت متصدر الدوري او هتتصدر الدوري في وقت من الاوقات لما هتلاعب الزمالك، ودي فرصه تانية. انت فين؟ انت مش موجود. انت النهارده التشكيله بتاعت النادي الاهلي النهارده، تشكيله النادي الاهلي النهارده انت كنت بتلعب بشوبير في حراسه المرمى 4-4-2، محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي واحمد نبيل كوكا. قدامهم محمد شريف ومروان عطيه واليو ديانج وتريزيجيه وزيزو وطاهر. هي ما فرقتش كتير عن التشكيله بتاعت الماتش اللي فات، بس انت ادائك اسوأ. انت الفرق بس ان انت طلعت امام بره بس، ونزلت باليو ديانج. ماشي، مفهوم. نزولك باليو ديانج كان بوجود ان انت تمسك بيه نص الملعب. بس ما هو انت منزل محمد شريف مع طاهر، ومعاهم زيزو، ومعاهم تريزيجيه، معظم اللعيبه اجنحه. طب مين اللي هيمسك الجناح وهيلعب؟ مين اللي هيبقى على الجناح ماسك كوره؟ انت مش موجود. حتى تقييمك في الاداء بتاعك اصلا ما كانش حلو. يعني انا النهارده عشان ادي تقييم للاعيبه الاهلي، ما فيش تقييم للاعيبه الاهلي. الشوط الاولاني بتاعك عدى عادي، انت مستحوذ على الكوره في اول 10 دقائق، انت ماسك الكوره وبتلعب. مفيش هجمه حلوه كانت لتريزيجيه بجون، ضاعت. انت من بعدها حاولت ان انت تستحوذ تاني على الكوره وتمسك لعب، ما قدرتش. بيراميدز دخل الماتش استحوذ وبدا ان هو خلاص هيلعب، ولعب كوره ومسك كوره ولعب، وخلص الشوط الاولاني وانتوا الاثنين حلوين والفرقتين حلوين والاهلي في مستوى حلو. بس نزلت الشوط الثاني انت متدمر، انت منهار، انت مش موجود، انت ما بتلعبش. رد عليك مايلي بكل بساطة. جون. شوف، بكل برود. هو بيلعب بكل برود. جون مهاجم. انت بتلعب من غير مهاجم. انت لعبت بطاهر، ولعبت ب محمد شريف، ونزلت مروان. انت ما عملتش بيهم اي حاجة. حتى تبديلتك لامام ما كانتش صح. نزول امام في الوقت دوت ما كانش صح، ولما نزل امام برضه انت منزله في وقت متاخر. انا ملحقش اديله تقييم. تعال اتفرج على التبديلتين اللي انت عملتهم. محمد علي بن رمضان واشرف بن شرقي لما نزلوا الاثنين الملعب اتغير. انت جبت جون وطلع اوف سايد، بس محمد الاثنين لما نزلوا الملعب اتغير. الملعب اتغير كتير. لا انت مسكت كوره، لا انت لعبت. وخروج اليو ديانج ورجوع كل واحد لمركزه الطبيعي اللي هي التشكيله بتاعت الماتش اللي فات اللي انت غلبت فيها ام ب 2-1. انت كنت بتلعب كوره. لما بدات تستحوذ على الكوره بدات تلعب. بس في نفس الوقت هنرجع تاني لورا وتقعد تقول ده احنا مشينا رامي ربيعه علشان نجيب والمدافعين وحشين. هو في تخبط اداري، بس ده ما يدلش ان انت برضه تبقى وحش للدرجات دي. في تخبط اداري، في تخبط في صفقات، في حاجات كتير غلط. طب ما الزمالك في هناك في كارثه، وبيكسب وبيلعب. انت فين؟ نزلته الشوط الاولاني عدى وخلاص، وانت مسكت الشوط الثاني. مفيش. انت لو هتدي تقييم لكل لاعب مش هتدي لحد تقييم. انت الشوبير تقييمه 5. لا هو حلو قوي، حلو قوي عليه 5. قوي 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 كمان. ياسر ابراهيم 5 كتير. ياسر ابراهيم تقييمه 2 من 10. ما جاش الماتش، ما لعبش كوره. زيزو النهارده انت لحد بدايه الشوط الثاني، لحد ما بدأ الشوط الثاني، بعد ما بدأ الشوط الثاني ب 10 دقائق انت زيزو تقييمه بكتير 1. ما جاش الماتش، ما لعبش كوره زيزو، ما ظهرش.
وتريزيجيه هي نفس الحركه بتاعت من 3 سنين، من هو لسه بيلعب في تركيا. هي نفس الحركه، انا هفتح وش رجلي وهشوط، لا بفتح ولا بشوط، انا لا بفتح وش رجلي ولا بشوط، هي نفس الحركه بتتكرر. ويا ريتك عارف تعملها مره في المية، كل 100 كوره بتجيب منهم جول. تعال اتفرج على تريزيجيه لما دخل نص الملعب، ساب الجناح ودخل نص الملعب، لا لعب واستحوذ على الكوره وجبت منه جول، عن طريق ان اشرف بن شرقي لعب مكانه على الجناح الشمال وهو دخل لجوه مع امان. بدات انت تستحوذ على كوره، بدات انت تلعب، بدا يبان لك شكل هجومي. انت مالكش شكل هجومي، انت ما عندكش مهاجم، انت بتلعب من غير مهاجم. فرقه كبيره زي الاهلي بتلعب من غير مهاجم. ستيل احنا لسه لحد النهارده بنتكلم ان سيد اسياد افريقيا بيلعب من غير مهاجم. برضه مشيت وسام ومشيت جراديشار ورحت مسكت في محمد شريف جبته، وجبت لي مروان عثمان، وفضلت البقاء على طاهر معاك. ونفس الفرقه هياها بنفس الطريقه، انت بتلعب من غير مهاجم. وجودهم كلهم معاك برضه انت بتلعب من غير مهاجم. استحواذك على الكوره تاني هرجع واقول هو استحواذ سلبي، انت ما لعبتش كوره. كابتن يستروب قاعد بره، هو مستسلم، مستسلم لكل حاجه. اللي بيحصل بيحصل خلاص، هي مفيش فيها تغيير بالنسبه له. هي خلاص كده زي ما احنا بنقول عندنا في مصر اتعشت، خلاص كده خلصت. هو بيلعب باللي قدامه، هيكمل الباقي ليه زي ما هو. حرام حرام حرام، انت كان عندك فرصة النهاردة انت الزمالك اتعادل لك النهاردة وبقى معاه 50 نقطة وانت 44. كانت فرصتك النهاردة تبقى 47 وانت عندك ماتش مع الزمالك، بقيت انت 50 وهو 50. حرام حرام، انت ضيعت فرصة من ايدك مش هتتكرر تاني، ومش هتجيلك تاني، ومش هتغلب الزمالك. خلينا متفقين، مش هتغلب الزمالك، انت مش قادر. انت بتلعب من غير مهاجم ومن غير مدرب. انا حاولت اقعد بقالي اكتر من ربع ساعه من بعد ما الماتش انتهى ان انا احاول اهدف نفسي عشان اعرف اتكلم. ده اول فيديو، ومش عايز اتضايق، مش عايز ابان ان انا متعصب، بس فعلا هو ده بجد، دي الحاله بجد. انت مش قادر تتكلم، حتى لو اتكلمت كلامك هيبقى وحش، كلامك هيبقى وحش على الاداء اللي انت شفته. انا بقالي فوق ال20 سنه بتفرج على النادي الاهلي، انا اول مره اشوف النادي الاهلي بالمنظر ده، اول مره اشوف الاهلي بالمنظر السيء ده. عمر الاهلي ما كان وحش كده. انت خرجت من دوري ابطال افريقيا وانت كنت اهلا لان انت تفوز بيه، انت الاولى انت تفوز بيه. الاربع فرق اللي صعدوا مكانك هم اضعف منك، بس انت بتبين النهارده ان انت اسوأ منهم، مش اضعف، انت اسوأ منهم. تأكيد النهارده انا شفت الاهلي في اكتر اوقات ليه صعبه. ايام الثوره ما كانش الاهلي وحش كده وما كانش فيه نشاط، وكان الاهلي حلو وبيلعب كوره وقادر يلعب برغم توقف النشاط. ايام 2011 انت كنت قادر تلعب كوره وقتها برغم توقف النشاط، كنت بتلعب افريقيا وبس. انما انت النهارده انت عندك دوري، وعندك دوري كامل ودوري جاهز، والدوري فيه تنافس. معاك اهلي، معاك زمالك، معاك بيراميدز، معاك المصري، معاك الاتحاد، معاك انبي، معاك فرق بتلعب كوره. انت في نفس الوقت انت مش قادر تلعب كوره معاهم. وده مش دليل ضعف من اللعيبه، لا انت معاك لعيبه على اعلى مستوى، بس اللعيبه مش مركزه، تركيزها بره الملعب. لعيبه ما بتلعبش كوره اصلا. تحس ان احنا خلاص دخلنا في مود كاس العالم، احنا هنقعد بقى كده خلاص وهنجهز نفسنا لكاس العالم. يا جماعه احنا في دوري، يا جماعه كفايه بطوله افريقيا اللي راحت، يا جماعه كفايه الكاس اللي احنا طلعنا منه. يا جماعه ده تركيز، لازم نركز، بلاش ناخد الدوري نمسك في المركز الثاني. اي لاعب من الفرقه هيرضى ان هو يلعب كونفدراليه السنه الجايه؟ يعني بعد المصاريف دي كلها وبعد الفلوس اللي النادي صرفها والصفقات، هل اللعيبه دي هترضى تلعب بدل ما تلعب دوري ابطال تلعب لا البطوله الثانيه في افريقيا؟ مين اللي هيرضى كده؟ مين اللي هيرضى يلعب كده؟ طب احنا وما عندناش مشكله،
احنا كفرقه، احنا كمشجعين ما عندناش اي مشكله ان احنا نتفرج على الاهلي في اي وقت وفي اي مكان. لكن انا النهارده اللعيبه دي هترضى؟ زيزو بيه هيرضى ان هو يلعب كونفدراليه وما يلعبش دوري ابطال؟ ليه؟ احنا ليه كده؟ ليه المنظر السيء اللي انا شفته النهارده ده؟ ليه بجد؟ ليه الواحد متعصب بجد؟ انت الماتش بتاع انبي انت كنت ماسك كرة وبتلعب، وقادر انك تلعب. انت النهارده ماسك كرة، استحواذك سلبي. الراحة اللي انت رحتها على الجون كانوا كورتين لتريزيجيه، واحدة منهم طارت في السماء والتانية اتحسبت اوفسايد اللي هو الجون. انت ما رحتش على الجون تاني، انت ما لعبتش كرة تاني. لا بيراميدز لعب عنك، لا بيراميدز فايق عنك، بيراميدز مستعد عنك. بيراميدز خارج من دوري ابطال افريقيا وهو رافع راسه. انت خرجت وانت مش قادر تلعب كوره. الدليل النهارده انت قدام بيراميدز، وبيراميدز خايف منك وعامل لك خطين دفاع كاملين قصادك واقفين، وعامل مان تو مان لاعب على لاعب، وانت في نفس الوقت مش قادر تلعب كوره. كانت فرصتك في الشوط الاولاني ولحد تلت ساعه من الشوط الثاني انت مش قادر تلعب كوره. انت بتباصي وبس، بتوصل لحد الجون وتطلع بس. انت فين؟ انت مش موجود. انت مالكش اي وجود في الملعب اصلا. وما تجيبهاش في لاعب بقى، هي مش فكره لاعب دلوقتي. هي مش فكره ان انا عيب في لاعب، يعني انا بقول زيزو ما حضرش، لا هو فعلا زيزو ما جاش، بس هي مش فكره لاعب. هي فكره توظيف لاعب في الملعب. اللاعب ما توظفش صح في الملعب. يا جماعه انت اصبحت انت النهارده بتلعب دلوقتي التشكيله اللي بدات الماتش. انت مروان واليو ديانج، محمد شريف وطاهر قدام. خلي محمد شريف لوحده قدام، بقى زيزو وطاهر وتريزيجيه الثلاثه مركز واحد اصلا. الثلاثه مركز واحد. ونيلتها كمان وزودتها اكتر لما نزلت امام ونزلت بن شرقي ونزلت محمد علي بن رمضان. اي نعم انت طلعت تريزيجيه وطلعت طاهر بعدهم، بس انت استمريت على زيزو واستمريت على نفس الثلاثه اللي نزلوا هم الاربعه تاني. انت قررت اربعه تاني بنفس الطريقه بنفس الشكل تاني. ده مستوى سيء، ده مستوى سيء. انت هتتغلب وهتتغلب من الزمالك. ده مستوى سيء. والزمالك النهارده طبعا الماتش الاهلي انتهى بخساره الاهلي 3-0. والله اقل واجب، والله اقل حاجه تتقال 3-0. والزمالك النهارده برضو في الماتش كان الساعه 5 النهارده. كان المفروض دي فرصته. فرصته في ايه؟ فرصته ان هو ياخد الثلاث نقط دول من 49 بقى 2 بقى 52 قدامه ماتش قصاد الاهلي. لو فرض كلام انه اتغلب من الاهلي، والاهلي ستيل مغلوب برضه من بيراميدز او غلب بيراميدز، مش هتفرق كتير. يعني لو الاهلي غلب بيراميدز ب 44 اصبح 47. لو الاهلي غلب الزمالك بقى 50 والزمالك 52. الثلاث ماتشات اللي باقيين للزمالك هو قادر يغلب فيهم. انما انت النهارده بالنسبه للزمالك ضيع على نفسه فرصه الدوري فعلا. ضيع على نفسه فرصه الدوري. الدوري النهارده رايح لبيراميدز رايح. هي نفس فكره ارسنال والسيتي، انت بتضيع على نفسك فرصه دلوقتي. انت بتعمل عمل ارسنال دلوقتي بالنسبه للزمالك. النهارده النهارده كانت خطه الزمالك كان المهدي سليمان، محمود بن تايك، حسام عبد المجيد، محمود حمدي وعمر جابر. 4 2 3 1. الاربعه اللي قدامهم محمد شحاته وسكالومبو، قدامهم عبد الله السعيد واحمد ربيع والفينا، وقدامهم هجوم سيف الدين الجزيري. النهارده انت انت بتلعب قصاد انبي اللي هو المفروض جاهز او مش جاهز. فكره ان انبي النهارده مش عايز حاجه من الماتش. انبي كده في العادي هو مرتاح، زي ما بيقولوا هو في منتصف جدول، هو عدى مرحله منتصف الجدول، هو في السبعه اللي فوق، مش محتاج الماتش وما بينافسش على اربعه ولا عايز حاجه خالص. هو بيلعب بس لاجل اللعب. انت عملت ايه النهارده قصاده الزمالك؟ الزمالك واحد من اكبر انديه افريقيا. الزمالك نادي بيمثل بلدي
انا ما بشجعوش، بس هو نادي بيمثل بلدي. اتمنى ان انا اشوفه في احسن صورة، علشان لما يطلع بره يلعب بره افريقيا يشرف بلدي. لما تبقى اللعيبه اللي جوه النادي الزمالك لعيبه مصريين جاهزين، ده هيطور المنتخب بتاعي. عمر منتخب مصر ما وصل لبطولة الا وكانت لعيبته من الاهلي والزمالك. عمرها ما كانت من فرقة واحدة بس. عمر مصر ما خدت بطولة وكان الاهلي والزمالك كان صفر، لا. لازم تعال دور كده في كل قايمة راحت منتخب، كان لازم معاك لاعب او اتنين او تلاتة او اربعة من داخل نادي الزمالك، وعشرة من الاهلي، اتنين من الاسماعيلي، واحد من الاتحاد، واحد من المصري. ما هي كده. انا لما يبقى عندي لعيب حلو، لا يتقال عليه حلو ويستاهل يروح المنتخب. انما انت النهارده لا لعيب حلو في الاهلي ولا لعيب حلو في الزمالك. طب دي انديه ازاي؟ طب دي انديه جاهزه ازاي؟ طب انا داخل على كاس عالم اصلا. كابتن حسام حسن لا اعلنوا عن القايمه، هيعلن عن مين؟ ما هو هيعلن عن الاسماء اللي احنا عارفينها حتى لو كانت وحشه، بس ما هي الاسماء اللي موجوده النهارده. النهارده انت لعبت قصاد انبي، كابتن معتمد جمال لعب النهارده قصاد انبي باتنين ديسترويرز، اتنين صادين كرات في نص الملعب. انت بتلعب باتنين صادين كرات في نص الملعب قصاد انبي. انت بتلعب مين؟ اتلتيكو مدريد؟ ريال مدريد؟ طيب انت بتلعب انبي ومش محتاجه حاجه من الماتش. بتلعب لي اتنين نص ملعب، مفيش واحد فيهم بيفكر، الاتنين بيصدوا كرة بس، الاتنين واقفين يقطعوا كور بس. ليه يا عم؟ احنا في نهائي الكونفدراليه، لسه نهائي الكونفدراليه، محدش بلغك بالميعاد؟ نهائي الكونفدراليه لسه جاي. احنا بنلعب لسه في الدوري. وهي الخطه ماشيه، بتلعب فيها ليه؟ هي الخطه ماشيه، هي الخطه زي ما هي كانت ماشيه. الخطه القديمه بتاعت نادي الزمالك كان احمد ابو الفتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر، محمد اسماعيل ومحمد شحاته وعدي الدباغ وعبد الله السعيد والفينا وناصر منسي. انت ليه مصمم ان انت تغير في الخطه؟ انت ليه غيرت فيها اصلا؟ ماشي، انا متفاهم فكره ان انت عايز تنزل احمد ربيع، ماشي، على الرغم من نزول مستوى احمد ربيع. احمد ربيع مستواه مش هو المستوى اللي بدا مع الزمالك. هي دي الخامات من اللعيبه اللي الواحد بيتكلم عليها اللي هتفيد المنتخب، مش هتفيد نادي الزمالك وبس. اللاعب مستواه مش زي ما بدأ الموسم. كابتن معتمد جمال صمم ان هو يلعب، طيب هو لعب وكمل. ليه انت النهارده طلعت عدي الدباغ وهو كان جايب مستوى حلو في ماتش بيراميدز؟ عدي الدباغ كان من افضل لاعيبه الزمالك في ماتش بيراميدز اللي فات. ليه؟ طب ما كان ممكن الفينا يطلع ويقعد احتياطي وينزل في الشوط الثاني بعد ما عدي الدباغ يكسر لك دفاعات انبي كلها، وينزل الفينا مزاجه حلو ويلعب كرة بس ويستحوذ ويعمل كل اللي هو عايزه. انت ليه صممت النهارده ان عدي يقعد بره ومنزل عدي في الدقيقه 81؟ نازل يعمل ايه؟ نازل يعمل ايه عدي؟ هي نفس الفكره، انت غيرت في التشكيله تغييرتين تقريبا بوظوا الدنيا كلها. تغييرتين بوظوا الدنيا. وناصر منسي النهارده ضيع كوره قدام الجون، لا كوره بجو، كوره بجو، بجد النهارده كوره بجون. انت بتتكلم النهارده في ان انبي النهارده واخد من الزمالك 4 نقط من الماتشين، فايز ومتعادل. الزمالك واخد منه نقطه واحده بس، وكذلك بيراميدز واخد من الاهلي 6 نقط، غلب الماتشين. انت النهارده الزمالك كان قادر ان هو يلعب كوره، بس كابتن معتمد جمال صمم ان هو ما يلعبش كوره. خلاص انا هقف على كده، كفايه كده، كفايه عليكم كده. ايه بقى؟ ليه كده؟ في النهايه هما الماتشين خلصوا بخساره الزمالك، بتعادل الزمالك 0-0 امام انبي، وخساره النادي الاهلي 3-0 امام بيراميدز. ودلوقتي الزمالك بقى عنده 50 نقطه، بيراميدز بقى عنده 47، الاهلي 44 زي ما هو، وسيراميكا 43، وهو ده الدوري. اتمنى اشوف ماتشات احلى، اتمنى اشوف المستوى احلى من النادي الاهلي، احسن واحسن. اتمنى اشوف الزمالك في مستوى احسن واحسن واحسن. اتمنى واتوقع ان الزمالك هيفوق وهيقدر ان هو يكمل، والاهلي كمان هيفوق وهيقدر ان هو على الاقل يضمن المركز الثاني قصاد بيراميدز وياخد المركز الثاني. بس بجد الدوري اصبح صعب. ال3 ماتشات اللي باقيين
او الاربع ماتشات، ثلاثه اللي باقيين هم ماتشات صعبه، ماتشات صعبه بجد، وكله المفروض يبقى جاهز ليهم. يعني انت عندك الاهلي باقي له بيراميدز، قصدي باقي له انبي، سيراميكا وسموحه. الاهلي باقي له الزمالك وانبي والمصري. اما الزمالك باقي له الاهلي وسموحه وسيراميكا. ماتشات مش سهله، خاصه ان سيراميكا باقي له ماتشين قصاد بيراميدز وقصاد الزمالك. الفرق ما بين بيراميدز وبين الاهلي ما عادش كتير انه يضمن على المركز الثالث، وبينه وبين برضه بيراميدز مش كتير، 47 نقطه و43 نقطه، مش كتير، خاصه ان بيراميدز هيبقى عنده ماتش باي، يعني ماتش مش هيلعبه، ماتش فاضي، لان هم 7 فرق. طب ايه يا جماعه، يا جماعه ان شاء الله الاهلي يفوق والزمالك يفوق، ونتفرج على ماتشات حلوه، ونتفرج على اداء حلو، علشان احنا بنستعد لكاس العالم، علشان منتخب مصر يروح يعمل حاجه في كاس العالم، كابتن حسام حسن يلاقي حد يختاره اصلا في القايمه عشان نروح بقى كاس العالم. بس كده، ده اللي كان عندي، وشكرا، شكرا لكم، واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. شكرا.